السلام عليكم، دكتور مصطفى. فيديو جديد. اليوم راح نتكمل لكم على مشكله راهي صارت بزاف، كتصرا بزاف، اللي هي لافيسي. في الحقيقه راح نتكلم على الاصل تاعها. لافيسي على بالكم السكته الدماغيه ولا الجلطه الدماغيه، رانا يوميا رانا نسمعوا بالحالات. واليوم راح نشرح لكم منين راح تجي هذه السكته الدماغيه ولا الجلطه الدماغيه. عادة ما السكتة الدماغية السبب تاعها الرئيسي هو ارتفاع الضغط الدموي. ارتفاع الضغط الدموي شنو هو؟ نمثلوا عندنا بومبا مثلا ولاصقين فيها تيوات، مربوطين بها تيوات تاع الماء. ارتفاع الضغط الدموي هو كيكون كاينه لابريسيون تاع الماء داخل التيوات، كيكون لابريسيون داخل الماء تاع التيوات. ايماجينيو برك التيوات هذو يكونوا رقاق، كون نزيد لابريسيون بزاف يطرطقوا من جهه. من جهه ثانيه البومبا هذه اللي رايحه تدفع هذا الماء هذا، كيكون لابريسيون تاع الماء داخل التيوات عاليه بزاف، يولي البومبا مع الوقت تعيا، باسكو تقعد غير طبع سكيفي كو مع الوقت البومبا هذه تعيا. وهذا بالضبط واش يصرى في ارتفاع الضغط الدموي في الجسم الانسان. عندنا البومبا اللي هي القلب، وعندنا الاوعيه الدمويه هما التيوات. والتيوات تاعنا يخرجوا من القلب، يخرجوا كبار خشان اعراض، ومن بعد يوصلوا للاعضاء، يوصلوا لكامل الاعضاء رقاق، وتزيد الضغط داخل هذه التيوات بحيث انه القلب يولي مع الوقت يعيا يفشل، ثم التيوات هذو يقدروا يطرطقوا. وعلى حسب وين يطرطقوا وين ينفجروا عندنا مشاكل. واغلب التعقيدات اللي صراو راح يكونوا في 3 أو 4 اعضاء اساسيين، اللي هما اولا القلب، ثانيا الدماغ، ثالثا العين، رابعا الكلى. كل واحد مكتوب واش الناس هذو اللي تعرضوا لهذه المشاكل. صح، واش هو السبب تاع يزيد هذا الضغط هذا في الاوعيه؟ السبب الرئيسي عندنا عده عوامل. في الحقيقه السبب ما عندناش سبب واحد ظاهر باين، ولكن عندنا عده عوامل يخليو هذا الضغط يزيد. اول العوامل هو انه الكلوه مع الوقت تولي ما ترميش الملح بالصفه اللازمه. الملح يكون داخل الجسم، فالملح كما على بالكم الملح دائما يعيط للماء. وين يكون الملح؟ يكون الماء. فلما يزيد نسبه الملح في الجسم تاعنا، في الدم تاعنا، يولي الجسم تاعنا يخزن مياه زياده، خاصه داخل الاوعيه الدمويه. واش حب يقول يرتفع الضغط. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو الاوعيه في حد ذاتها. مع الانسان مع كي يكبر الاوعيه تاعو ما توليش كيما كان صغير. اوعيه يكونوا الاستيك، يكونوا سوبل، يكونوا مرنين كما يقولوا. المرونه تاع الاوعيه تنقص، يولوا اكثر صلابه، خاصه اذا الانسان كان عنده مثلا ارتفاع في الكوليسترول الى اخره. يولوا الاوعيه هذو يكونوا مضغوطين زياده على كما كي كان صغير. هذا العامل الثاني. كاين عوامل هرمونيه بلا ما ندخل في التفاصيل. كاين بعض المواد اللي تخلي الضغط يزيد داخل الدم، الضغط يزيد داخل الاوعيه الدمويه. عموما هذو هما الاسباب الرئيسيه اللي تخلي الضغط يزيد داخل الامعاء. وكيقولوا الضغط يزيد، لكن انا فسرنا من قبيله كي قلنا في البومبا اذا زاد الضغط بزاف يقدر الاوعيه ينفجروا، يقدر البومبا تفشل. صح. واش هما الاعراض؟ كيفاش نعرفوا بلي الانسان عنده ولا ما عندوش لاطونسيون؟ في الحقيقه لاطونسيون تقعد مده طويله بدون اعراض، لانه الجسم يستحمل الضغط. كيكون هو الضغط عاده يجي تدريجيا، ما يطلعش ضربه واحده. فالجسم يستحمل هذاك الضغط لمده معينه. لاطونسيون تقعد تطلع، بصح الانسان ماهوش فايق. والمشكله الكبيره اللي راهي هنا، يقولوا لها لاطونسيون قاتل الصامت. تقعد تطلع حتى تنفجر حرق ولا يفشل القلب، وباش الانسان يفيق. هذيك لازم الانسان يقوم بفحص دوري على لاطونسيون تاعو، يشوف ولا طالعه ولا لا، ويشوف الاعراض ولا يشوف العوامل الخطر اللي يقدروا يكونوا عنده، مثلا التدخين، مثلا ارتفاع الكوليسترول، مثلا السكري، مثلا الى اخره. خاصه اذا كاين في العائله تاعك تاريخ تاع الضغط الدموي ولا امراض قلبيه. اسمى الانسان يكون عنده هذه العوامل هذو تاع الخطر، لازم يقوم بفحص دوري ويقيس لاطونسيون تاعو. كيفاش نقيسوا لاطونسيون؟ لاطونسيون حنا الان المعتمد انه لاطونسيون نقدروا نوزنوها في المنزل في حاله
الحياه الطبيعيه، يعني لانه واش يصرى يجوا بزاف مرضى عند الطباء يقيسوا لا طونسيون يلقاو لا طونسيون طالعه وهو ماشي طالع طونسيون طالعه. كاين ناس اللي كيلحقوا عند الطبيب يطلع لهم لا طونسيون، شغل الستريس هذاك وهذاك التقلق هذاك اللي صرا في لاصال داتونت الى اخره يطلع لهم لا طونسيون بدون ما تكون الصحه راهي طالعه. هذه حاجه. دونك حنا ماذا بينا وكنقيسوا لا طونسيون في المنزل، ويا حبذا لو كان نقيسوا لا طونسيون صباح وعشيه مده 3 ايام ونديروه هكذا مخطط هكا فيه كاع القياسات اللي درناهم. بعد حنا نديرو حوصله معدل اون موين تاع القياس اللي درناه باش نشوفوا كيفاش راهي رايحه هاد لا طونسيون. وكاين طريقه اخرى اكثر يعني فيابيليتي ولكن تستكلف شويه مال، اللي هي القياس الآلي في المنزل. المابا هي عباره عن يعني ماشينه تاع قياس الضغط، طونسيومتر آلي يتركب ويقيس وحده في 24 ساعه، كل مده يقيس، كل مده يقيس ويعطينا تقرير من الاخر، يعطينا تقرير. وهذه احسن لانه راح تقيس لنا حتى في النوم، وكثير من الناس تطلع لهم لا طونسيون وهما راقدين وما مش فايقين. اذا هذه هي الطريقه تاع كيفاش نقيسوا لا طونسيون. اما هذيك الطريقه تاع التنقل الى الطبيب وماهيش ولا عند الفارماسيان كيقيسوا عند الفارماسيان، ماهيش طريقه محبذه، ماهيش طريقه محبذه لانه يكون فيها بزاف اغلاط وما تعبرش عن القياس الحقيقي للضغط. فشنو هما الارقام؟ شنو هما الارقام؟ شحال لا طونسيون نقولوا عليها بلي طالعه مليحه ماشي مليحه؟ هو في الحقيقه احنا المعيار تاع لا طونسيون العمومي الكامل للناس ما لازمش تكون لا طونسيون كبيره فوق 14، وما لازمش تكون لا طونسيون صغيره فوق 9، تحت 14 تحت 9 عند عموم الناس. هذه الارقام نقولوا عليها ماهيش ارقام مرتفعه، وان كان حنا كنا نحدثوا انه الانسان يكون الرقم تاعو بين 12 و 8. فوق 12 حتى ل 14 نعسوه الانسان، وان كان ما نقولولوش عندك لا طونسيون ولكن نعسوه، يقدر يكون في حاله ما قبل لا طونسيون. وبعد 14 خاصه اذا وزنها عده مرات لقيناها هكا طالعه 14 في حاله الراحه وروبو، ما نقيسوش لا طونسيون كيكون انسان يجري ولا يشرب قهوه ولا يكون ياكل، ولا لازم يكون مرتاح على الاقل 10 دقائق ربع ساعه هو مرتاح بعيد عن التخمام والتقلق الى اخره. لقينا عده مرات لا طونسيون فوق 14 ولا فوق 8 فوق 9، هنا نقولوا على الانسان الارقام تاعو ماهيش طبيعيه. ولا طبعا اذا قسنا بالمابا بالماشينه هذيك 24 ساعه. فهذا هو. ولكن كيكون الانسان عنده امراض معينه حنا نهبطوا له الارقام تاعنا اللي نقولوا عليه بلي عنده لا طونسيون. يعني مثلا انسان يجينا هو ديجا عنده سكر، هو ديجا عنده الكلوه، هو ديجا عنده القلب، عنده امراض معينه، انا نعتبر بلي عنده لا طونسيون اذا كانت لا طونسيون فوق 13 ماشي فوق 14، فوق 13. علاش؟ دائما باش نستحفظ عليه، يعني هو عنده هو وحده اخر ماشي كيف فنعتبر انه لا طونسيون كي تكون لحقت فوق 13 انا نعتبر انه لا طونسيون تاعو راه تشكل عليه خطر، الضغط هذاك يشكل عليه خطر، لانه اساسا هو عنده مشاكل في الصحيه اخرى اللي تقدر تاثر على الاوعيه الدمويه وتقدر تاثر على القلب وتقدر تاثر على الدماغ. ما نزيدوش انايا راح يكون عنده مشكل واحد اخر يزيد ياثر عليه اكثر واكثر اللي هو ارتفاع الضغط الدموي الجديد هذا اللي راح يكون عنده. هادو هما الارقام اللي بها نقولوا على الانسان عنده ضغط ولا ما عندوش ضغط. صح. بعدين وشنو هما لي كومبليكاسيون، شنو هما التعقيدات يعني لا راح يكون تعقيدات. رانا الى فهمتوا معايا الميكانيزم يعني تاع كيفاش تجي لا طونسيون راكم فهمتوا شنو هما التعقيدات اللي صاروا الانسان عنده لا طونسيون. قلنا العروق يطرطقوا يغسلوا يفسدوا، وقلنا البومبا تفشل. ف بار اكسترابولاسيون كيما نقولوا حنايا بالتناظر البومبا اللي هي القلب مع الوقت تفشل لانها طبع الدفاع ما تقدرش تفشل. فالقلب يقولوا تسمعوا الناس يقول لك الطبيب قال له بلي قلبك منفخ، هي واش يصرى العضلات تولي ماهيش فعاله، تولي كانها شكاره. بعد ما كانت عضله قويه ولات شكاره ولات ما تدفعش الدم. واش راح يصرى هنايا؟ اولا يولي الانسان عنده مشاكل التنفسيه، واللي عنده مشاكل في الحركه ما يقدرش يتحرك ما يقدرش يمشي لانه قلبه فاشل، ما يعطيلوش ما يدفعش الدم كما يلزم. هذه حاجه. وحاجه ثانيه كان خاطر انه يجلط له الدم داخل قلبه، ويكون عنده واش نسميوه احنا باللغه القوريه نقولوا دي تروبل ريتم، يقولوا عنده قلبه فيه اختلالات في نبضات القلب، اختلالات في الريتم القلب،
وهذه راح تدير له تخلي الدم اللي داخل القلب يتجرد يتكبد، وبعدين الكباري هذوك يسافروا يمشيوا مع الدم وين يروحوا يديروا ديكا الا في الدماغ داروا جلطه. وهاي علاش من بين الاسباب تاع الجلطه يروحوا للقلب حصلوا داخل الاوعيه الدمويه التاجيه تاع القلب هم راح يديروا كريس كاردياك في الكلاوي على حساب وين يكونوا في الصدر في الرئتين وين يوصلوا وين يحصلوا يقدروا يديروا لنا مشكل. حاجه هضرنا على القلب وعلى المضخه والمشاكل التعقيدات تاع لاتونسيون يقدروا يكونوا. دوك نهضروا على الاوعيه الامعويه الدمويه. مفهوم اذا كان تنطق العرق داخل المخ هاي جلطه، هاو سبب واحد اخر تاع جلطه ولا سكته دماغيه. واذا كان في العين هاو الانسان يولي عنده ضعف في البصر. واذا كان مثلا في الكليتين، وان كان مع الكليه عاده المشكل راح يكون مزمن ماش راح يكون حاد، يعني راح يكون عندنا ضعف كلوي. هذا هو. فهذو هما لي كومبليكاسيون تاع الضغط. كيفاش الانسان شنو هما الاعراض ثاني واحد اخرين يقدروا يكونوا؟ قلنا عاده ما الانسان يبدا يحس بلا طونسيون كيكون عنده سطر في الراس، خاصه اذا كان السطر في الراس جاي من الجهه الخلفيه هذه، الانسان يحس روحه مضغوط في راسه. هذا واحد من الاعراض المبكره تاع لا طونسيون. كذلك يحس سخانه في راسه، يسمع التصفار في ودنه، يضيق فيه النفس، يولي ما يقدرش مثلا يطلع طلعه، ما يقدرش يطلع دروج، يولي بالك ما يشوفش مليح، يشوف فلو. ساعات يكون عنده مثلا يرعف. عنده بعض الاعراض الشائعه اللي يقدروا يكونوا نداء، يعني نسيت ضابط تاع لا طونسيون. تقول لك لا طونسيون هنا وحنا ماناش فايقين. انا نقول هكذا لانه ما تنساوش اغلب الحالات الناس عندها لا طونسيون ما عندها حتى اعراض. فكي يكون عندك واحد من الاعراض هادو القياس تاع لا طونسيون يكون مهم بزاف. صح. بعدين دوكا صححنا العلاج. وشنو هو العلاج؟ طبعا اغلبكم راح يقول الدواء ما الدواء ما الدواء. نعم دواء، ولكن الدواء هذا شغل الاطباء. احنا نهضروا هنا كلام عام للناس اللي تفهم، وانا يعني نهضر الكلام ليكم، يعني الدور تاعكم نتوما في العلاج تاعكم نتوما. طبعا الاطباء هم يستكلفوا بالادويه، يعطوكم الادويه على حسب الحاله تاع كل مريض. كاين عده انواع من الادويه، عده يعني كما يقولوا دي كلاس ثيرابيوتيك اللي يقدروا يمدوهم للمرضى. ولكن هذا مش هذا هو الهدف من هذا الفيديو. الهدف من هذا الفيديو انه النصائح فيما بعد العلاج، فيما يخص العلاج. اولا العلاج يقرر الطبيب انه يمد ولا ما يمدوش على حساب اعراض. ماشي كامل الناس نعطوهم علاج النهار الاول، كاين نقرروا ديال ديبار من البدايه نعطوهم الادويه، كاين اخرين لا. وشنو هو الامور اللي تقدروا ديروهم نتوما من غير العلاج الدوائي، يعني الكاشيات كما يقولوا؟ اول حاجه اهم حاجه هو النظام المعيشي المتزن الصحي، واللي هو راح يكون فيه انقاص كميه الملح اللي ناكلوها. الا شفيتو كي كنا نهضروا من الاول قلنا ان الكلوه من بين الاسباب اللي تخلي لا طونسيون تكون انه الكلوه تولي ما ترميش الملح، فيكون عندنا مخزون زايد من الملح في الدم. ما نزيدوش عليه لانه اصلا الكلوه راح تكون ما ترميش الملح مليح، فلما تاكل الملح زياده راهو رايح يزيد عليك مخزون الملح في الدم، وهذا هو رايح يطلع على طونسيون. فلازم الانسان يضبط كميه الملح اللي ياكلها. وشنو هي الكميه اللي لازم ياكلها الانسان تاع الملح في النهار؟ الانسان عاده واش كيحتاج في النهار؟ نقولوا قسم غرفه تاع قهوه تاع ملح راس، يعني نحيلها تبلاطيها كما يقولوا في اليوم. هذا واش لازم ياكل في النهار كليا. احنا لا طبعا لازم الملح نحتاجوه، يحتاجوا الجسم، ولكن شحال الكميه الكليه؟ الكميه الكليه ما لازمش ديباسي واش قلت لكم 5 ملغ 6 ملغ. هذا بالنسبه للكميه الكليه، يعني كاع واش تاكل في النهار. حنا المشكله انه كاين بزاف الملح في الماكله تاعنا بطريقه مخبيه، خاصه الماكله تاع برا، الماكله تاع برا لي كونسيرف الى اخره دائما مالحه. اولا الماكله ماهيش مالحه، ما تجيش بنينه بالمفهوم تاعنا حنا. فطبعا الناس يطيبوا برا دائما يطيبوا ماكلتهم شويه مالحه باش تجي بنينه، باسكو السوسه ما تتكلش. اولا. ثانيا فيها ملح مخبى، والملح المخبى هذايا ماهوش محسوب، حنا ما نحسبوش ما نقيسوهش. فدائما الانسان كي يروح يدير في باله بلي ما لازمش يديباسي هذه الكميه. كاين طرق وماشي هذا وقتها، لانه كان نبدا نشرح فيديو ديجا راهي لحقت 4 ساعات. انقاص كميه الملح، وماشي غير من المريض بل كافه
العائله. عاده انا المرضى تاعي واش ننصحهم، نقول لهم خاصه لربة البيت، نقول لها كي تشري الملح نعطي لها حساب شحال لازم تنقص من الباكي تاع الملح، من الباكي تاع الملح شحال لازم تنقص، واللي يقعد لها لازم تكمل به الطياب كاع الوقت اللي لازم تطيب. يعني مثلا هي موافقه تاكل باكي ملح في الشهر، باكي واحد تاع ملح في الشهر مثلا على حساب عدد افراد الاسره، تنحي 4 ترميه، واللي قعد لها هذاك هو اللي لازم تكمل به شهر. بهذه الطريقه راهي رايحه تنقص الكميه تاع الملح لكامل افراد الاسره، وهذا شيء مهم حتى تكون عند افراد الاسره يكون عندهم اكل صحي. ثم راح تقسم هذاك الكميه الملح على الجميع فما نحسوش به كثير ونولفوه. هذه طريقه، هذا الحاجه الاولانيه تقدروا ديروها. الحاجه الثانيه طبعا الاكل الصحي يمر على الاكل المتنوع طبيعي، الخضر الفواكه تكون متنوعه، لانه هذا اثبت علميا انه الاكل المتنوع والصحي اثبتت الدراسات انه الاكل هذا يهبط ويحسن من الضغط الدموي. الاكل المتنوع، الخضر عده انواع، الفواكه الى اخره. هذه حاجه. طبعا النقص من السكريات، النقص من الاكل هذا تاع برا، ولا كان ماشي كان حينه كامل كاع من النظام الغذائي تاعنا. يكون عندنا كذلك شرب كثير من السوائل، الماء لازمش نساو الماء، لازم نشرب الماء. ويكون عندنا كذلك الانقاص في الدهون. الدهون هذه اللي هي دهون خاصة الحيوانية، الكوليسترول وما شابه، لأنه هذه تانيك راهي تساهم في الارتفاع الضغط الدموي بالتأثير على الأوعية الدموية. ثم بعد الأكل عندنا النشاط الحركي المنتظم. النشاط الحركي المنتظم، وراكم تسمعوا واش راني نقول، ماشي نقول سبور. النشاط الحركي المنتظم لازم يكون عندنا نشاط حركي منتظم مداوم عليه ما قل ودم. لأنه علاش أثبتت كذلك الدراسات أنه الناس اللي يكون عندها نشاط حركي منتظم نسبة الضغط الدموي تاعها تقل ب 25%، ممكن حتى 25%. فالإنسان هذايا اللي ما يديرش الحركة، ولاحظوها وكامل لاحظوها حتما الناس اللي جربوا عرفوا انه كي ما يديرش بزاف سبور واللي ما يقدرش يطلع دروج، واللي يجيه صعبه دروج، واللي طلعه تجيه ينهج في طلعه الى اخره. فلما يكون يدير سبور ولا يدير النشاط الحركي المنتظم هذا، راهو يحس روحه خير، يلقى روحه يطلع دروج ما خير، يلقى روحه يمشي في الطلعه ما خير الى اخره. وهذه الامور راهي في متناول الناس في الحقيقه، ماهيش حاجه اللي مستحيله. العكس تماما، الانسان يوالفها واللي ما يقدرش يستغنى عنها، خاصة فيما يخص النشاط الحركي المنتظم. ماهوش ملزوم عليك انك دير، انا ننصح المرضى تاعي نقول لهم ماكش لازم عليك دير مثلا ساعة سبور على ضربة. اذا تقدر خير، اذا تقدر ماذا بينا، بصح اذا ما تقدرش ما تستغناش على الاقل قسم الحركة تاعك على النهار. مثلا دير دي سيكل تاع 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق، اقل شيء 3 مرات 10 دقائق في النهار يوميا، تاعها نشاط حركي منتظم، مشيه سريعه. ولا مثلا تقدر تكون حتى المراه في البيت تقدر دير هذا الشيء، مثلا دير كرسيه، تقدر تمشي 10 دقائق في المنزل، تكون سرعه شويه زايده. ولا مثلا دير كرسيه صغيره طابوري، تطلع فوقها وتهبط، تطلع فوقها وتهبط مده 10 دقائق. طبعا انا نقول كلام عامه، ولكن في الحقيقه كل مريض كيفاش لازم نقولوا له حسب الحاله تاعو الخاصه. كاين ناس ما يقدروش يديروا هذا الشيء. 10 دقائق تعاودها 2 مرات 3 مرات في النهار مثلا، وهذا يعتبر ويحتسب كنشاط حركي منتظم ويفيد المريض. طبعا نعاود نأكد على حاجه اللي هي المنتظم. ما تصلحش دير سمانه ما تحبس، مش هذا هو. ما لازمش دير حاجه ما تقدرش تكمل عليها، لازم دير حاجه تقدر تكمل عليها. فبطريقه منتظمه نعاودوها يشوفوا التاثير تاعها بعد شهر، شهر ونص، شهرين، يشوفوا تاثير ايجابي جدا، اولا على الصحه العامه ثم على الضغط الدموي. نلقاو الناس هذويا ينقص لهم الضغط الدموي. ثم اثبتت ذلك الدراسات انه الناس اللي دير داوم على النشاط الحركي يتم افراز بعض المواد داخل الدماغ اللي تهبط لا تونسيون، تعطي الشعور بالاستمتاع بهذه الحركه بهذا النشاط، وثم تهبط له هذه المواد بطبيعتها تنقص الضغط الدموي. وعلى جال هذه تسمع الناس يقول كاين واحد ما يقدرش ما يديرش سبور. في
الحقيقه هذو كان مواد يقولوا لهم لي زوندورفين، هاد المواد هذويا كانهم يخليو الانسان يداوم على الحركه. فبالمداومه تولي تولف، تولي تحب دير الرياضه وتحب دير النشاط الحركي المنتظم. كان هذا فيديو شويه طويل 20 دقيقه، سيد فيه نشرح عموما ارتفاع الضغط الدموي شنو هو، الاسباب، التعقيدات تاعو، كيفاش نعالجوه. ان شاء الله يكون عجبكم. اذا كان عندكم طبعا اسئله ولا تحتها في الكومنتار اطرحوا اسئله تاعكم، اقترحوا مواضيع تحبوا نتناولها ونتكلم عليها، شاركوا في القناه، انشروا القناه باش الناس تستفاد، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.